بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع سلمو. والنهاردة أنا في موناكو، تاني أصغر دولة في العالم ومن أغنى دول العالم. هنا تجمع المليونيرات. هنوريكم النهاردة بقى إيه موناكو، شوارع موناكو، ونقول لكم شوية حقائق ممتعة عن موناكو. طبعا دي أول مرة ليا في موناكو هنا، وزي ما انتم شايفين المكان الدنيا مشمسة، وإن شاء الله يبقى فلوج رايق وتبسطوا معانا. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ده طبعا اكبر تجمع يخوت موجود في موناكو يا جماعه، ده المرسى اساسا. تعرفوا بقى ان موناكو دي بحجم الفلوس اللي موجوده فيها، وانها الكابيتال اوف ذا ماني ان ذا وورلد، مساحتها كلها 2 كيلومتر مربع بس. 2 كيلومتر مربع يعني حاجه شارعين في شارع. طبعا هنا بيوروكوا نبذه عن العيله الحاكمه اللي هي اسمها جريمالدي، وانهم حاكمين من اكتر من 700 سنة. لو بصيتوا هنا بيقولك من 1297، ودي تعتبر من اقدم العائلات الحاكمة اللي موجودة في العالم كله. المدينة دي بكل الصغر اللي فيه تحمل كمية ثروات مش طبيعية. ومعلومة مهمة جدا، موناكو ما فيهاش ضرايب. ودلوقتي انا رايح على مونتي كارلو، النقطة الأهم في موناكو. فتعالوا بينا يلا نشوف بقى ايه مونتي كارلو ده ايه عامل ازاي. طبعا الدنيا الشمس قوي 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 هنا يا جماعة في الصيف، والجو حلو جدا الصراحة. ايه رأيكم في الاوتفيت؟ حلو الاوتفيت. طبعا انا مستنى اشوف بقى البورشات والفراري والعربيات الكتير اللي احنا مش عارفين اساميها دي. شايفين اليخت يا جماعه كبيره قد ايه؟ دي طبعا منطقه المرسى، المينا بتاعه المليونيرات واليخوت. ويا جماعه هنا النقطه دي احسن فيو موجود في موناكو. يعني لسه هنطلع فوق كمان، بس طبعا لما تيجوا لازم تتصوروا هنا وتاخدوا ايه الصوره بتاعه كل موسم ان انتوا ايه جيتوا موناكو تشيك ان. الجو هنا في الصيف حر قوي يا جماعه، يعني بجد حر، والشمس هنا حارقه. فعشان كده احنا لابسين نظارات الشمس عشان ايه نعرف نبص للكاميرا ونكلمكم، وفي نفس الوقت ايه نشوف الشارع. ده الكازينو يا جماعه، دي النقطه الاشهر في موناكو. فيراري اس يو في، فيراري، عندك المرسيدسات والبنتلي. دي لكسس ملناش دعوه بيها، اودي ملناش دعوه بيها، فيراري اس يو في تاني. دلوقتي احنا داخلين الكازينو نتفرج، هيفتشونا دلوقتي وبتاع. احنا دخلنا الكازينو، حابين نوريكم المكان اشبه بالقصر عشان يناسب المليونيرات والمليارديرات اللي بيجوا هنا يلعبوا. زي ما انتم شايفين مكان يعني فخم جدا، مناسب لكمية الفلوس اللي بتدفع هنا. فيلا نجري بقى بسرعة قبل ما ايه نصرف كل اللي معانا. المواصلات بقى يا جماعة اللي موجودة في موناكو حبينا نوريها لكم برضه عشان الناس تاخد معلومات. لما تيجي تركب بقى المواصلات في موناكو هتنزل الابليكيشن ده اسمه مونا باس، اللي هو الباس بتاع مونا اللي هو موناكو. جامدين برضو في التسمية وبتاع الحاجات دي. وزي ما اوريكم كده ده ابلكيشن المواصلات العامة هنا، عشان لما تيجوا هنا تقدروا ايه تتفسحوا في موناكو براحتكم من غير ايه تكاليف زيادة. ودي كنيسة اسمها سين ديفوتي، منظر سياحي مهم جدا من موناكو، حبينا نوريه لكم يا جماعة. طبعا وبكده خلصنا الجولة السريعة بتاعتنا في موناكو، وسلمان كان معاكم في موناكو، وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة موجودين معاكم في موناكو. اتبسطت ان انا عندي القدرة ان انا اوريكم حاجة زي كده، واستنوا حلقات جديدة حول العالم في اماكن ممتعة اكتر. اتبسطت قوي بالفلوج ده. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي كومنت ايه رايك في موناكو، وايه اكتر حاجة كان نفسك تشوفها في موناكو وما شفتهاش. ده اخر الفلوج بتاعنا، ونروح بقى العربية ونرجع بقى ايه نيس. اشوفكم في حلقات جاية. احلى مسا عليكم.